بدأت أسجل. كيف حالكم يا جماعة؟ إيش رأيكم بالفلتر؟ مرة حبيت. مساء الخير. المهم كيفكم اليوم؟ أمس طلعت عليكم وسحبت عليكم. والله يا جماعة أمس كنت تعبانة تعب، كنت كذا تعبانة نفسيا جسديا عقليا كذا. حسيت إنه يعني كذا مزاجي ما راح يسمح إني أصور، لأن راح نقول لكم طاقة سلبية، وأنا ما أحب أصور لما كذا أحس إني داون، أحس إني مكتئبة. أحب أصور وأنا كذا مبسوطة وفرحانة عشان ما أنقول لكم الطاقة السلبية. فأمس والله كان يوم كذا مو حلو، يوم كئيب، فعشان كذا ما قدرت أصور ولا حبيت إني أصور. لكن إن شاء الله اليوم يعني كذا يوم حيكون حلو وحنتونس مع بعض. والحين على فكرة أنا مو في البيت، أنا في محل عفش. فتسوقت وقاعدة مستني عبد الرحمن وأغراضي هناك حاطينها. راح أغير ديكور غرفتي، راح أسويه. قولوا لي شفت الفلوج الأخير اللي نزلناه ولا لا؟ طبعا قضينا 24 ساعة في الصالة يا جماعة، كانت تجربة مرة روعة. أتوقع أكتر مكان ساعدنا إنه التحدي فيه يزبط ويكون مرة سهل وما تعبنا، يعني ما تعبنا، إنه ما تعذبنا زي مثلا لما قضينا 24 ساعة في غرفة إيلين في روسيا. متنا يا جماعة، كانت غرفة مرة صغيرة. وفين كمان بغرفة إيلين إنه اضطرينا إنه ننقل الأغراض كلها نطلعها فوق وكذا، فمرة تعبنا. لكن في الصالة ما أدري كيف كذا انبسطنا وغيرنا جو. فإذا قدرتوا أنتوا سووها التجربة هذه، مرة حلو. تحس إنكم كذا غيرتوا مودكم، تحس إنكم كذا إنه مو زي الأيام الاعتيادية اللي خلاص تناموا في سريركم كل شيء زي ما هو. لا، تناموا في مكان غير غرفتكم، يكون شعور مرة حلو وتقضوا فيه اليوم كامل. المهم أنا الحين بمحل العفش، لأنه اشتريت كذا شيء للحمام، أبغى أغير الديكور أخليه كله وردي. فإن شاء الله راح أصور لكم الأشياء اللي جبتها من سيفورا. كمان رحت سيفورا قبل أسبوع يمكن وجبت أشياء لحد الآن ما فتحتها، ولسه بصور لكم إياها، بوريكم الأشياء اللي جبتها وأوريكم الحين إيش لقيت من المحل هذا. جيت كذا بالصدفة، مريت على محل أثاث ولقيت عندهم، شوفوا، راح أغير ديكور غرفتي. كمان قررت أغير الحمام اللي بغرفتي، كمان أسويه بينك عشان يكون كل شيء كذا نفس اللون. أخذت هذه المناديل، أخذت هذه للصابون وللكريم، واحدة صينية عشان أحط فيها، هذه مرة ثقيلة عشان أحط عليها الكريم، وهذا والصينية الثانية عشان أحط عليها الكريمات. على فكرة لونها مو مبين الحين مبين، هذا هو لونها يجنن. طبعا أخذت هذه الأشياء بالتخفيض، وكمان هذه المبخرة شوفوا كيف لونها يفوز، بيبي بينك مع ذهبي، مرة حلوة. وهذا الغطاء حقها كذا كيوت، حبيت لونها أكثر شيء. الله الشموع عندهم تجنن. طبعا هذه الشمعة أخذتها حمام إيلين، من أول أخذتها بس الحين شفتها مرة ثانية تذكرتها. كمان شوفوا الشموع اللي هنا، بس للأسف ما عندهم اللون الوردي اللي أدور عليه. هذه مرة حلوة، مرة أحب هذه الشموع، تعطي كذا ديكور جدا جميل، بس للأسف ما عندهم اللون الوردي. ما تصدق قد إيش أحب هذه الأحجار والكريستالات، أحسها كذا ما أدري تعطيني طاقة إيجابية. أحب كذا أشوف الأشكال اللي عليها، مرة أحبها جنن. شوف هذه كيف لونها يفوز. وأنا أشوف الديكورات كذا تذكرت لما كنا نأثث بيتنا وقاعد أشتري ديكورات. كانت فترة مرة حلوة وبنفس الوقت مرة صعبة صراحة. يعني اللي أثث بيت أو قاعد يزين ويسوي ديكور البيت حيعرف على إيش أنا أتكلم. الموضوع أبدا مو سهل. كثير من المعطرات اللي أستخدمها في البيت جابتها من هذا المحل، مثلا زي هذه ريحتهم حلوة، بس حتى عندهم هذه أول مرة أشوفها، الله ريحتها تجنن. هذه كذا أحسها رجالية اللي مجلس أو شيء. ريحتهم حلوة بس ما تدوم فترة طويلة، يعني مثلا هذه لما تفتحوها تحسوا كذا شوية ريحتها كذا. فالحين راح أحط لكم السنابات هذه. دائما لما أحس نفسي كذا مكتئبة أشوف الأشياء اللي قاعدة تحسن من نفسيتي، اللي هم التنظيم والترتيب، تنظيف، السكين كير والعناية، وأكيد التلفزيون واليوتيوب ونتفليكس وكذا.
امس قاعدة ارتب كده شغلة في البيت، فالحين راح احط لكم سنابات.